احسن قرار خدته في حياتي خالص من ساعه ما جيت المانيا هو ان انا قررت ان انا ادرس برمجه. بس اقولك على سر، بس متقولش لحد يعني. وكنت في مصر وقدمت على جامعه في المانيا، كنت مقدم على هندسه ميكانيكا. اه والله زي ما بقول لك كده. بعد كده قعدت بقى سنه تحضيريه هنا وبقى عندي خبره اكتر في الموضوع ده. فلما خلصتها قدمت بقى على برمجه. عشان كده انا الناس كتير تقول لك اوعى تعمل سنه تحضيريه، تحت اي ظرف اوعى تعملها، ان شاء الله تضيع وقت في بلدك، المهم ما تعملهاش مش عارف ايه. انا بحب السنه التحضيريه، فرصة عظيمة انك تعمل كل الغلطات اللي انت ممكن تعملها في الحياة وما تحاسبش عليها عادي. تخلصها تمام وتبدأ جامعة على نظافة، والله كأن حد خد باله من اي حاجة. تبدأ من نقطة صفر، صفحة جديدة. المهم مش قصتنا دلوقتي. لو انت عايز تدرس برمجة في المانيا لازم الى حد ما تبقى عارف ايه حياتك هتبقى عاملة ازاي، لان النظام الجامعات في المانيا في نظامين. على ذكر الجامعات الالمانية، اغلب الجامعات طبعا بتدرس بالالماني، فلو انت مهتم انك تدرس في المانيا وعايز تتعلم الماني هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي تحت، سيب لي مسج وانا هظبطك في الموضوع ده واربطك بمدرسين كويسين. الجامعه الطبيه من اسمها كده بيهتم بيه الحاجات العملي، اكواد بقى، هتكتب اكواد كتير ولابات وتسليمات في كل المواد وفي كل الاسبوع، وهياكلوا دماغك طول السمستر، فهو ضغط على مدار السمستر كله. الجامعه النظريه بيهتموا بالحاجات اللي هي ثيوريتيكال اكتر، مفيش لابات وتسليمات كتير، فممكن تقعد بقى وتريح دماغك وتستقنيس طول السمستر، بس هتتلب في الاخر. الامتحانات بتاعتهم صعبه جدا. فانت تختار بقى جامعه نظريه او جامعه طبيه على حسب انت بتحب تتلب في الاول ولا تتلب في الاخر. بهزر. تختار على اساس ايه؟ انت شايف نفسك عايز تعمل ايه في حياتك؟ هل بعد ما تخلص دراسه عايز على طول تبتدي تروح شركه وتشتغل على طول فالجامعه الطبيه تبقى مناسبه بالنسبه لك، ولا عايز تعمل ماسترز ودكتوراه او تشتغل مثلا في فريق او مركز بحث؟ يعني الحاجات اللي هي طالعه ترند جديده بتاعت الذكاء الاصطناعي والكلام ده، في فرق بحثيه موجوده في العالم كله شغاله ان هي تعمل موديلز جديده في الموضوع ده، زي الفريق البحثي اللي هو كان شغال في جوجل وعمل الترانسفورمرز اللي هي بقى اساس شات جي بي تي والهيصه والدوشه اللي هم وجعوا دماغنا بيها اخر فتره دي. في فرق بقى بحثيه كتير في العالم كله شغاله على حاجات زي دي او قريبه منها، او بالمعرفه اللي في الحياه اللي البشريه وصلت لها وشويه بحث طبعا من عندك، ازاي بقى تستخدم المعرفه والبحث ده عشان تحل المشاكل العويصه اللي في البشريه، زي مثلا حوار السيارات ذاتيه القياده والقصه دي. وهنا مفيش حد هيمسك لك خرزانه يقول لك ايه ده انت دارس هنا يبقى لازم تشتغل مش عارف في ايه، ولو ما درستش في جامعه نظريه ما تقدرش تعمل ايه. براحتك. يعني انا كنت بدرس في جامعه طبيه عادي واشتغلت في مركز بحثي فتره اللي هو في موضوع برضو سيارات ذاتيه القياده بالتعاون مع شركه كيا، عادي مشيت شويه. نفس الكلام برضو الشركات معبيه ناس طالعه من الاوني او اللي هي الجامعه النظريه عادي يعني تمام. بس الفكره ان كل شغل بيتطلب مجموعه معينه من المهارات اللي ستايل الدراسه ده هيساعدك انك تكتسبها. لو درست بقى ستايل دراسه تاني لازم المهارات دي برضه عشان تعمل الشغل، فهتكتسبها انت بقى بمعرفتك في وقت فراغك، تقرا عنها مش عارف ايه، المهم يعني تتعلمها بطريقه ما. فده موضوع مهم يستحسن تدور عليه وتعرف عنه اكتر وتاخد القرار ده بدري. تمام. ايه بقى يا معلم القرار اللي اوعى تاخده بدري؟ انك تختار التخصص الفرعي من الاول. تمام. في بروجرامز اللي هي ايه، الامن السيبراني، روبوتكس، اي تمام، تختارها من الاول وتروح تدرسها على طول. الموضوع ده من وجهة نظري اختيار فاشل جدا، لان انت ممكن تختار امن سيبراني وبعد ما بتروح تمام اغلب الناس ما بتبقاش عندها معرفه كامله عن الموضوع ده من قبل ما تدرس، وجو بقى لو ذاكر استحمل الهاكر والسويت شيرت الاسود والضلمه والبروفايل بيكتشر بتاع مستر روبوت والقصه دي كلها، وتلاقي الموضوع ممل جدا، وهو ممل اصلا يعني تمام. بس دي خناقه فيديو لوحدها، مش قصتنا دلوقتي. الفكره في البروجرامز دي ايه بقى، هي حاجه مخصصه جدا اللي هي روبوتكس. بس طبعا في اول سمسترين ثلاثه بيديك حاجات جنرال المفروض اي مهندس او اي مبرمج يبقى عارفها، انتروداكشن تو بروجرامينج، ماث، داتا ستراكشر مثلا، القصص دي تمام. كده كده هتاخدها. وبعد كده من اول السمستر مثلا من الرابع والخامس بيبتدي بقى ينزل لك ايه المواد اللي ليها علاقه بالتخصص اللي انت مقدم عليه. تمام جميل. تعالى بقى نقارنها بتخصص عام جدا زي اللي هو الانفورماتيك الكمبيوتر ساينس او بالعربي يعني علوم الحاسب. تمام. اول سمسترين ثلاثه برضو او ثلاث سمسترات غالبا هتاخد الحاجات الجنرال، انتروداكشن تو بروجرامينج، ماث، ممكن تاخد مش عارف حاجه عن الامن السيبراني، حاجه عن الويب ديفلوبمنت مش عارف ايه. وبعد كده تمام من اول السمستر الرابع والخامس هو بيديك الحريه انك تختار المواد اللي انت هتدرسها، تمام، ما بيجبرش عليك حاجه. فلما نبص للنموذج الاول بقى انت لبست يا معلم. بعد ما تبدا تمام لقيت الموضوع مش عاجبك، خلاص الفرص اللي قدامك انك تغير قليله جدا.
عكس بقى في الموضوع الانفورماتيك او الكمبيوتر ساينس، يعني تقعد اول 3 سمسترات بقى تهبد هنا وتخبط هنا تمام، وتعرف معلومات اكتر عن حاجات مختلفه من مجال البرمجه. يستحسن كمان بقى يكون اشتغلت بقى في مركز بحثي تبع الجامعه كده او شركه في اول 3 سمسترات، يعني الشغل بقى حاجات تطبيقيه كده جنب الدراسه، وعندك معلومات كتير تمام. تختار بقى السمستر الرابع والخامس بقلب جامد الحاجه اللي انت نفسك تدرسها. في استثناء بقى صغير، لو انت بقى متاكد 100% من التخصص اللي انت عايز تدرسه، النموذج الاول دوت او انك تختار حاجه سبيسيفيك من الاول ده بيميك سنس، لان الى حد ما بتاخد مواد اكتر في التخصص اللي انت مختاره ده. بس ب 95 او 99% من الناس تمام ما تعرفش كتير قوي عن المجال قبل ما تدرسه. كل المعلومات عن الموضوع كان فيديو يوتيوب مش عارف ايه، مش كفايه انك انت تختار تخصص هتفضل شغال فيه بقية عمرك. طبعا مفيش حاجه متاخره وتقدر تغير في اي وقت، بس ليه تصعبها على نفسك يعني؟ جميل. فبلاش بقى وحياة ابوكو اللي هو جو اي، بلاش جو الروبوتكس، بلاش جو مش عارف ايه، من وجهة نظر يعني. وانا قلت لك ليه، لو انت مقتنع ماشي، مش مقتنع خلاص، بس يستحسن خليك في الكمبيوتر ساينس، سوفت وير انجينيرنج، الحاجات العامه دي، وبقى تخصص بقى براحتك بعد سنه ولا اتنين. جميل قوي. قبل بقى ما تدرس برمجه في المانيا لو انت ناوي يعني، يستحسن تسهلها على نفسك شويه كده بانك انت تبقى جاهز للجامعه، خصوصا لو هتتعلم الماني. والترانزيشن للجامعه في المانيا دي بتبقى صعبه شويه، اللغه تقيله، النظام غريب ومش عارف ايه، فيستحسن تبقى مجهز نفسك على قد ما تقدر. بالنسبه للمواد العلميه، الماث بقى والكلام ده، انا شايف ان الثانويه العامه المصريه واغلب البكالوريا او الثانويه يعني في الدول العربيه بتاهلك كويس للموضوع ده، بتديك الحاجات كمان اللي اول سمستر هتعلمها في الجامعه بتبقى انت دارسها اصلا وعارفها، فالموضوع ممكن ما يبقاش صعب قوي. موضوع بقى البروجرامينج اغلب الناس بتبقى داخله ما عندهاش اي معرفه خالص، فيستحسن تبقى تتعلم اي حاجه اساسيات بس تمام. وانا بشوف ناس بقى بتفضل اسبوعين 3 عشان تختار لغه البرمجه المثاليه للمبتدئين وتجهزهم للجامعه مش عارف ايه. اختار اي لغه برمجه، المهم تبدا. ان شاء الله تعمل حادي بادي اي حاجه، سي بلس بلس، جافا، بايثون، جافا سكريبت، اي حاجه تمام، المهم تبدا. والاساسيات اللي انت اتعلمتها دي سهل بقى انك تنقلها لاي لغه برمجه انت عايزها. لو بتعرف تكتب فانكشنز، اف كونديشنز، وايل لوبس، مش عارف ايه، اي لغه برمجه تمام. اغلب الجامعات بتبقى سي بلس بلس او جافا، تقدر تخش وتتعلمها بسرعه، واغلب الحاجات اللي البروفيسور بيبقى بيشرحها تبقى عارفها اصلا. حتى بقى لو عندك شويه مشاكل في اللغه فبتاخد وقت اكبر للدراسه، هيبقى في حاجات كتير انت عارفها اصلا فتريح على نفسك. جميل. ده عشان تستعد عشان الدراسه اصلا. اول كام سمستر بقى تعمل ايه وبتدرس ايه وازاي تجهز نفسك مش عارف ايه، ده موضوع الفيديو اللي جاي. فما تنساش بقى تشترك في القناه مش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، تسيب لايكات وكومنتات. تلاقي لينك الانستجرام بتاعي تحت برضه، اعمل لي فولو هناك بالمره، وسيب لي اي اسئله لو انت عايز. كان معاكم محمد جمال، نشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.